فنزاتي حبيباتي، يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. جايبه لكم وصفه سهله وسريعه جدا. هنعمل مع بعض كبده الفراخ، هنعملها بتتبيله بسيطه وطعمها يجنن. عارفه ان في ناس كتيره ما بيحبوش كبده الفراخ، بس بعد الفيديو ده هتبقي مدمنه كبده فراخ. مستحيل تشمي ريحه اي ريحه زفاره. تعالوا بينا نشوف الطريقه مع بعض، نسمي بالرحمن ونصلي على النبي العدنان ونخش على الفيديو بتاعنا بقلب جامد. معايا كيلو من الكبد. اهم حاجه الكبده بتاعتنا تكون طازه، ودي كبده صافي بدون قوانص. همسك القلوب وانضفها، بمسك القلب واشيل الجزء الابيض اللي فوق، الدهنه اللي فوق، وبعد كده بالسكينه بفتحها من النص واطلع التجمعات الدمويه اللي بتبقى موجوده جوه. هي دي بتعمل ريحه زفاره وبتعمل ريحه مش حلوه للكبده. يبقى تمسكي القلب وتشيلي الدهنه كده زي ما انت شايفه، وبعد كده بالسكينه من النص تطلع التجمعات الدمويه اللي بتبقى موجوده جوه. بمسك فص الكبده كده على بعضه، اقسمه 2 عشان لما يستوي يكون شكله حلو وتكون الكبده كده صغيره وحلوه. وكمان بيبقى فيه تجمعات دمويه بتخلص منها، سلسله دم رفيعه كده بتخلص منها. شايفين اللي طلع من القلوب؟ طبعا ده بيعمل ريحه وحشه جدا جدا. بعد كده باخد الكبده وانقعها بقى في عصير ليمون، 3 ليمونات 4 ليمونات على حسب كميه الكبده. هسيبها منقوعه لمده ساعه، نص ساعه، حسب وقتك. ما بحطش خل عشان الخل هيهري الكبده. اول ما هتنزلي بالليمون هبص تلاقي الكبده اتغيرت كده ولونها اتغير. بعد ساعه باخد الكبده اغسلها كويس واسيبها في المصفى تصفي ميتها خالص، ما يبقاش فيها ولا نقطه ميه. تعالوا بقى نسويها ونعمل تتبيله حلوه جدا جدا. هنحط كوبايه من الزيت، ما تقلقيش كميه الزيت مش كتيره ولا حاجه، ولو زياده نتخلص من الكميه الزياده بعد ما الكبده تستوي. بعد ما الزيت سخن كويس جدا هننزل بالكبده، بنعمل لها صدمه، مش هنقلب، احنا بنوزعها بس كده. وهنبدا نقلب، اول ما تاخد لون نقلبها. التتبيله بتاعتنا سهله جدا. انا حاطه عود قرفه مع الكبده كده، والزيت بيدي نكهه وريحه حلوه جدا جدا. بحط معلقه صغيره من الثوم المفروم، معايا فلفل احمر، معايا فلفل اخضر، حبه سبايسي مفيش اي مشكله، ومعلقه من هرسه الشطه. قلبتهم مع بعض كده كويس، وبعد كده نزلت بالبهار. من كل حاجه معلقه صغيره، معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره فلفل اسمر، معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، ولو حابه تحطي جوز الطيب حطي مفيش اي مشكله. قلبي بقى الكلام الجميل ده مع بعضه، سيبيها على نار متوسطه تستوي براحتها خالص، ما بتاخدش وقت. ولو لقيتي كميه الزيت بعد ما استوت كتيره ممكن تنقصيها، بس هي الكميه مظبوطه جدا. شايفين الصوص اللي نزل ده؟ هو ده احلى من الكبده 100 مره. جميلة جدا جدا، ريحتها هايلة وخطيرة، حلوة جدا. ممكن تقلي بطاطس، ممكن تعملي مكرونة. جميلة جدا يا جماعة، جربوها، انا واثقة ان هي هتعجبكم. ما شاء الله خطيرة، ومفيش اي ريحة زفارة خالص. حطي بقى عليها كده، عصري عليها ليمون. الله 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 الله، وكلي بقى وادعي لام حمزة. انا كده عملت اللي عليا وقلت لك ازاي تعملي كبده الفراخ. انتي كمان اعملي اللي عليكي وشيري لي الفيديو ده، ولايك وشير وسبسكرايب، وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من ام حمزه. ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.